السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة أكل وتحلاية مع أم وليد. عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إن شاء الله رح نبدأ بوصفات جديدة إن شاء الله بتنال إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. رح نبلش إن شاء الله بالشاورما البيتية. بسم الله وعلى بركة الله. عندي هون 4 من أفخاذ الدجاج حجم كبير، وجبت أنا 2 كيلو من صدور الدجاج. طبعا الأفخاذ ممكن أستخدمها كمان لغاية 6 لأنه الكمية عندي كبيرة. بداية هون حبيت أعرفكم كيف ممكن إن نسحب الأفخاذ. السكينة يفضل إنها تكون حادة، بيكون أسهل بالطريقة اللي انتوا شايفينها. أنا رح أترككم إنكم تتابعوا الفيديو حتى تعرف ست البيت كيف تفصل اللحم عن العظم. الأطراف بفصلها. بداية الموضوع قد يكون صعب لأول مرة، بس مع التعليم كل إشي بصير إن شاء الله سهل. وهيك تقريبا أنا أنهيتها وطلعت العظم وطلعت اللحم. اللحم طبعا أنا بدي أترك الجلدة لأني أنا بدي دهنتها، لأنه ما في على الصدور دهن مثل ما أنتم بتعرفوا دهون. الآن بجيب الصدور وبطلعها شرائح، مش خميلة ومش رقيقة، حجم وسط بالضبط زي ما أنتم شايفين هيك بالفيديو. قطعتهم وراح أكمل كل الكمية إن شاء الله وبرجع لكم. عندي هون كانت أنا كميتي جاهزة، وزي ما أنتم شايفين تركت الجلد على الأفخاذ هيك. الآن بدي أجيب البهارات. عندي هون في صحن على مبشرة النجمة جبت راسين من البصل وبشرتهم حتى إني أطلع ميتهم. هيك كانوا عندي جاهزين. بعدين جبت بشر نصف ليمونة، وممكن كمان نحط بشر نصف برتقالة قشرتها طبعا، وحطيت معلقتين من عصير الليمون، وكمان ممكن إني أحط إضافة طبعا معلقتين من عصير البرتقال بيعطي نكهة كثير طيبة. عندي هون 4 سنون من الثومة هرستهم وحطيتهم. طبعا لأنه أنا الكمية عندي كبيرة فحطيت كمية ثومة كبيرة. حطيت 5 معالق من اللبن الزبادي، وحطيت 5 معالق من زيت النباتي، وممكن برضو لو زدتي معلقة لبن أو معلقة زيت ما بيأثر. عندي هون كمية من البهارات مثل الأوريجانو، البابريكا، الفلفل الأسود، الكاري، بهارات الشاورما والملح. إن شاء الله راح أحط لكم كل المقادير والكميات في صندوق الوصف. بخلطهم مع بعضهم تماما زي ما انتم شايفين، وبرجع بحطهم على الصدور والأفخاذ. بغلفهم مظبوط وبدعكهم مظبوط 100%. هيك حطيت كل كمية اللي عندي أنا، وبعدين بغلفهم وبحطهم بالثلاجة لثاني يوم. كل ما زادت مدة النقع كل ما أعطوا نكهة أطيب. حطيتهم بالثلاجة. ثاني يوم رجعت لكم، جبت عندي صينية ممكن إني أحطها بالفرن ودهنتها بزيت نباتي، وببلش أصفط بالدجاج. في قعر الصينية بدي أحط الفخاد بالضبط زي ما انتم شايفين. لو كانوا 3 أفخاذ برضو بيزبط. وبعدين بدي أصفت الصدور، ما أحكي لكم عن ريحتهم وهم لسه مش داخلين الفرن. وبعدين برجع بحط بالطبقة الأخيرة بغطيهم في الفخاد، وبحط ورقة نايلون أو ورقة زبدة زي ما انت بتحبي، وبرص الدجاج فيها مظبوط بشدة حتى إنها تصير زي القالب عندي. بدخلهم الفرن لمدة 1.5 ساعة تقريبا على الرف الوسطاني. الآن وهم بالفرن بدي أستغل الوقت وأعمل المايونيز. طبعا هاي الشغلات اللي بدنا نعملها ما في غنى عنها مع الشاورما، بتعطي نكهة وطعم ولا أطيب منه. حطيت عندي فصين ثوم، حطيت عندي معلقتين من عصير الليمون، وحطيت عندي نص معلقة من الملح، وحطيت كمان معلقة صغيرة من ماسترد الخردل، هو اللي بيعطي النكهة الصح للمايونيز. وحطيت عندي كمان هون ربع معلقة
أو ثلث معلقة من ملح الليمون. طبعا خلوا الكميات تكون قليلة بيكون أفضل، وبعدين بتتذوقها ست البيت، وإذا هي بتحس بحاجة لكمان بتزيد. أما إذا كان الطعم زيادة، مثلا ملح الليمون زيادة، فبتخرب عندها الكمية كلياتها. بعدين بجيب بيضتين كاملات الصفار والبياض وبحطهم بالخلاط. المايونيز عنصر أساسي مع الشاورما، بيعطيه نكهة خرافية. بعدين بشغل عليهم الخلاط حتى يختلطوا مع بعضهم تماما. خلال ما أنا مشغل الخلاط ممنوع أوقف الخلاط نهائيا، وإلا بيخرب عندي المايونيز. فتحت الغطاي، عفوا طرطشت إشي بسيط، وبلشت أسكب الزيت خيط، الزيت النباتي طبعا، لحد ما صارت عندي كريمي. بعدين بتوقف عن سكب الزيت. هاي هي بتكون الكمية المناسبة. شايفين كيف؟ الآن برضو بالمثومة من أساسيات الشاورما. عندي هون نتعلمها سوا. عندي هون 3 أكواب من الماء البارد طبعا، ماء الحنفية. بعدين بجيب لكل كوب معلقتين كبار من النشا. يعني أنا عندي هون 3 أكواب ماء ب6 معالق نشا. بحركهم على البارد حتى يذوب عندي النشا تماما، وبروح فيهم على الغاز. وبعد ما يغلوا ما بطفي، بضل أحرك حتى يصير لونه عندي زي الفازلين شفاف، حتى أضمن إنه النشا يكون انطهى تماما وما إله أي نكهة نشا في الخلطة. هيك كانوا عندي تمام زي ما انتوا شايفينهم، صاروا شفاف. يعني تقريبا دقيقة أو دقيقتين بالكثير كمان بيكونوا تمام. وباخدهم على صحن وبتركهم حتى يبردوا. طبعا لا تنسي إنك تغلفيهم حتى ما يعمل عندك طبقة على الوجه. فردتهم وغلفتهم بورق التغليف وتركتهم مدة بسيطة حتى إنهم يبردوا. بعد هيك، بعد ما بردت عندي النشا والمي، بجيب عندي الخلاط ومنبلش. اسمها مثومة، يعني كمية الثوم فيها بتكون كبيرة. حطيت 5 فصوص من الثوم، وحطيت 5 معالق من اللبن. طبعا انتبهوا، أنا عندي كمية النشا كبيرة، يعني أنا حاطت 3 أكواب من المي. ممكن أنت تقللي كمية المي، هاي الكمية تكون كبيرة عليكي، وتقللي من كل المقادير. حطيت معلقتين من عصير الليمون، وبعدين باخد قطع من النشا وبحطها في الخلاط، وبشغل الخلاط عليهم. الآن حطيت 4 معالق أو 5 معالق من الزيت النباتي. ممكن تزيديهم كمان معلقة لبن، أو ممكن تزيديهم كمان معلقة زيت، والملح طبعا ضروري إذا حسيتي إنه الخلاط ما مشى عليهم. وكمان ممكن إنك تضيفي معلقتين من المي، ما بيأثر، حتى إنك تخليهم برضو كريمي زي ما أنت شايفة. بتذوقهم ست البيت، بدهم ملح بتحط، بدهم ملح ليمون بتحط، بدهم عصير ليمون بتحط، أي شيء تقدر إنها تضيفه عليهم. نكهتهم جدا طيبة مع الشاورما، لا تستغني عنه. هون في إضافة اختيارية أنت حرة عليها، احنا بنحبها جدا وطعمها بتعطي نكهة للشاورما مش طبيعية. شرحت هون راسين من البصل جوانح، وحطيت عليهم معلقة ونص من الملح، وعصرتهم حتى تطلع ريحة البصل منهم. أكيد ما بيكون أي ريحة للبصل تماما. عصرتهم زي هيك. بحط عليهم معلقة من السماق طبعا، وبحط عليهم نصف كوب تقريبا من البقدونس. طبعا هو يفضل انه يكون فريش، بس انا ما عندي فحطيت فروزن. وبتحط عليهم معلقتين من عصير الليمون. ملح ما بنحط لانه اصلا عصرناه احنا بملح، وهيك بيكون عنا جاهز. هيك اغراض الشاورما إن شاء الله موجودة وجاهزة: البصل والمايونيز والمثوم والخيار المخلل، وممكن كمان ست البيت إنها تحط معاهم بطاطا مقلية، بس أنا ما حطيت. بعد ساعة ونص طلعت الدجاج، شوفوا منظره، ما أحكي لكم عن ريحته. الله يديم علينا نعمته ويطعم كل مشتهي يا الله. ميتها هاي أنا ما بدي أستغنى عنها، بدي أحطها في صحن وأتركها على جنب شوي. بعدين بقلب الدجاج تبعنا على لوحة تقطيع. الشاورما ما أحكي لكم عن ريحتها، بسم الله وما شاء الله. يا ريت يخترعوا لنا تليفونات تطلع الريحة. وهيك جاهزة.
ببلش أقطع فيها بسكينة شرائح بهاي الطريقة. طبعا هي مستوية عندي صح وبتقطع لحالها. خلص التقطيع الكمية كلياتها، بسم الله ما شاء الله كميتنا كانت كبيرة وعملت عندي كمية كبيرة. قد يشعر الشخص إنها التكلفة عالية، ولكن كيف ما كانت هي أرخص بكتير من الأسواق والمطاعم، ونكهتها أطيب وأنظف. هون عندي جبت خبز الصاج أو خبز الشراك إحنا بنحكي له. بدهن، أنا حطيت نص رغيف. تمت عملية السرقة بنجاح. بحكي لكم الريحة جدا طيبة، فلدرجة إنهم الأولاد ما قدروا إنهم يستنوا لحد ما إني أخلص. هون دهنت الرغيف بمية الدجاج اللي إحنا نزلناها منه، مية الشاورما، وحطيت عليه مايونيز معلقة، وحطيت معلقة مثوم. تقدري تحطي مايونيز لحاله، تقدري تحطي مثوم لحاله حسب الرغبة، بس النكهتين مع بعضهم مش طبيعيات. حطيت على الرغيف، وبعدين بجيب كمية من الدجاج الشاورما اللي إحنا عملناه وبحط عليها. الكمية حسب الرغبة، كتير قليل حسب ما أنت بتحبي بتحطي. وبحط الخيار المخلل، وإذا بدك بطاطا مقلية برضو بتحطي. وبجيب من البصل. البصل نكهته بتعطي للشاورما طعم خرافي بدون مبالغة. بعدين بلفها على الطرفين وبلف سندويشتنا زي ما انتم شايفين بالفيديو. أنا بعتذر للإطالة بالفيديو. هيك السندويشة الأولى كانت جاهزة. السندويشة الثانية أنا بشيل طبعا الطرف لأنها بتكون قاسية شوي. بدي أحط فيها إكماج عادي، الخبز العادي. يفضل هي لو كانت من الحجم الصغير، بس ما كان عندي بقسمها طبعا جزئين وبقطعها على حسب حجم قطعة الشراك. طبعا لو في الحجم الصغير يا ريت بيكون أفضل، بس ما في مشكلة، داركنا الموقف. وحطيت الكماج وببلها من مية الدجاج، وبعمل نفس ما عملنا بالسندويشة الأولى. حطيت المايونيز وحطيت المثوم وحطيت صدور الشاورما وحطيت البصل وحطيت الخيار، وبلف بنفس الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. طبعا هاي البسيط من المايونيز حتى أنها تلتصق ما يفلت الطرف. وهي السندويش الثاني جاهزة. هون أنا حبيت أعيد شغلة، لأني أنا عملت كمان خلطة بدي أحطها اللي هي الطحينية. طحينية عادية، حطيتكم من الطحينية، حطيت عليه مي وحطيت عليه ملح ليمون وحطيت عليه ملح عادي، وحركتهم مزبوط بالويسك لحد ما إنهم صاروا كريمي. انت شفتيهم جامدين بتحطي عليهم مية، شفتيهم رخوين بتحطي عليهم الطحينية وبتحركيهم وبتدهني فيهم رغيف الشراك أو رغيف الكماج زي ما عملنا بالسندويش اللي قبل هاي بنفس الطريقة. وبتحط البصل وبتحط الخيار وبتلفيها. طعم الطحينية في الشاورما كتير طيب. وخلصنا السندويشات هيك وبدنا نروح نقليهم. الآن أنا هون عندي في مقلة، طبعا شرط إنه ما يكون بيلتصق في الإشي. حطيت فيه زيت نباتي وصفطت سندويشاتنا. بنقدر سندويشات نحمرهم بالفرن، وبنقدر كمان نعملهم على الجريل، بس في المقلة بتعطي نكهة وتحمير فعلا خرافي. هون عندي أنا بصحن حطيت شوي من الشوربة اللي طلعناها من الشاورما، من المي اللي طلعناها عفوا من الشاورما، وحطيت عليهم كمية من الزيت النباتي. كانت كمية كبيرة، يعني حطيت 5 معالق تقريبا من الزيت النباتي على فنجان من مية الشاورما. قلبتهم على كل الأطراف الأربع جهات، طبعا على الجنبين وعلى الوجهين. شوفوا الشكل والمنظر والطعم رهيب. طبعا برفعهم وبرجع بعمل كمية ثانية. هيك عندي تقريبا صاروا جاهزين. برفعهم بصحن حتى إني أجهزهم للتقطيع. هيك كانت عندي النتيجة النهائية. ما أحكي لكم عن الطعم ولا عن الريحة. الله يطعم كل مشتهي، ولا أطيب من هيك، وصحتين وعوافي.